بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اللي راح أكلمكم عنه اليوم أنا كنت ناوي أعمل فيه مقابلات مع الناس في الشارع في المولات في الأسواق. كنت ناوي أسألهم هذا السؤال، لكن أنا قلت قبل ما أطلع إلى مول تجاري وأسأل الناس هذا السؤال، حاب إني أنا أسألكم أنتم، بما أنكم أنتم أهلي وإخواني ومتابعيني الأعزاء في قناة المجتمع. راح أسألكم هذا السؤال وأرجوكم نعلق وتجاوبون على هذا السؤال بكل صراحة. أخي العزيز يلي تشوفني الآن، لو عندك صديقك الروح بالروح، تزوج إنسانة وسبحان الله بعد 6-7 شهور سمعت أن هذا الصديق العزيز طلق زوجته. وش السالفة وليش طلقت؟ والله يا أخي أنا طلق زوجتي لأني أنا ضبطها على علاقة زنا مع شخص وخانتني. وبدأوا الناس يتكلمون، أوه والله فلان مسكين زوجته خانته وطلقها. أنت مركز معي؟ طيب لو هذا الإنسان طلق وانتهت الدنيا، هل جاوبني على هذا السؤال وبكل صراحة أنت اللي تشوفني الآن، هل هذا صديقك بعد شهر بعد سنة بتروح تعايره؟ انت اخذت واحدة زانية، انت لو فيك خير ما اخذت لك واحدة عاهرة، بتعايره؟ هل انت بتعايره؟ بتقول له انت كل ما تشوفه بتقول له والله انت تزوجت واحدة زانية، انت تزوجت واحدة عاهرة، انت تزوجت واحدة لعابة؟ هل يجوز شرعا، ركزوا على سؤالي ايضا، هذا سؤال اخر، هل يجوز شرعا انك انت لما تكون قاعد في مجلس تقول كل ساعة اكو فلان تزوج واحدة وخانته؟ يجوز شرعا انك انت تتكلم عنه بهالطريقة؟ خانته وصادها مع واحد وطلقها، تدرون ان فلان تزوج انسانة طلعت عاهرة؟ تدرون ان فلانة عاهرة؟ يجوز يعني شرعا، يجوز ان احنا في المجالس ونفضح الرجال ونفضح المرأة ونتكلم ونقول والله فلان هذا اللي اسمه مرزوق تزوج صايعة ضايعة عاهرة؟ يجوز؟ انت جاوبني صديقك الروح بالروح، يعني انت في هالحالة اللي انا عارفة انك انت تزعل وتشفق عليه، وبعدين هذا اللي انا عارفة ان احنا كمسلمين نسكر حلوجنا ونسكت، ما نتكلم، ما نعاير الرجل، لأنه مسكين ما له ذنب، ما خلاص موضوع وانتهى وطلقها مثلا. فأنا أسألكم هذا السؤال وأرجوكم تجاوبون، هل يجوز أنك تعاير أخوك، تعاير ولد عمك، تعاير مثلا ولد الجيران أنه أخذ واحدة وطلعت صايعة عاهرة؟ هل يجوز أنك أنت تعاير مثلا صديقك الروح بالروح؟ يجوز. فأرجوكم علقوا على هذا السؤال الآن. طيب انتوا الان علقتوا، الان راح انتقل للسؤال الاخر، ولكن قبل ما انتقل انا راح اجاوب. فرضا انت سالتني يا عبد العزيز، لو عندك صديق اكتشف ان زوجته عاهره وطلقها، انا كعبد العزيز صديقي هذا ما راح اكلمه في الموضوع، ولا مستحيل حتى انظر له نظرة والله يا اخي انه خلاص موضوع صار وانتهى. لكن انا كمسلم، مش كعبد العزيز، كمسلم راح اسكت، ومستحيل ان اتكلم عن صديقي امام الناس، مستحيل ان اتكلم عن صديقي في المجالس، مستحيل ان انا اجيب طاريه، ومستحيل حتى اجيب طاري طليقته او زوجته اللي هي خاينه فعلا ولعبت وزانيه، لكن مستحيل اتكلم، لان احنا ديننا امر بالستر، وديننا حرم ان احنا نتكلم عن الناس من وراء ظهورهم وبدون علمه، وفي شيء هو يكرهه. حذاري انك انت تفكر ولو ليحظى ان هذا الرجل يفرح مع انه ما له ذنب، تزوج واحده وهي طلعت صايعه وضايعه، ولا تصدق انه في لحظه يفرح انكم تجيبون طاريه ان فلان تزوج فلانه وفلانه طلعت زانيه. هذا اللي انا عارفه كمسلم، هذه تربيتي وهذه اخلاقي. خلاص جاوبتوا؟ اوكي. الحين انا بسالكم سؤال، اذا كنا احنا لا نرضى
ان احنا نجيب طاري صديق ونجيب طاري ولد عم ونجيب طاري واحد من اهلنا او نجيب طاري اي انسان مسلم ونقول انه والله زوجته عاهره، لا يجوز شرعا وحرام. فما بالكم ببعض الكفره الفسقه الفجره اللي موجودين وسطنا ويقولون عن نفسهم مسلمين ويقولون ان النبي تزوج عاهره، ويقولون ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجته عاهره، ويقولون ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجته زانيه. ايش رايكم فيهم؟ انا الان قاعد اتكلم في حلقه وبكل هدوء وبكل احترام وبكل ادب. ايش رايكم في هذول؟ اذا كنا انا رايي كمسلم انسان من الشارع واحد عادي من الشارع ما اعرفه، لا يجوز شرعا اني انا اجيب طاريه وطاري زوجته او طاري طليقته او ما حصل بينهم، لا يجوز شرعا. فما بالكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني افضل الخلق، اشرف الخلق، واحب الخلق لكل انسان مسلم. لعلمك انت اللي تشوفني الان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد انه يكون عندك في حياتك اهم واحب اليك من نفسك، تخيل، واحب اليك من امك وابوك واولادك ومالك وكل الدنيا. فما بالكم هذا الانسان النبي الشريف، في عندنا ناس يقولون عن نفسهم مسلمين كل يوم يقولون عن زوجته زانيه بهتانا. يعني اخواني الكرام، لما اقول لكم واحد زوجته فعلا زانيه لا يجوز شرعا انك تتكلم، فما بالكم بانسانه يتم الافتراء عليها والله برأها في القرآن، الله قال عنها بريئة، الله قال عنها شريفة، لكن يأبى كثير من هذول الكفار اللي يصرون على انها زانية، ويصرونها الكلاب الأوباش الكفار الحشرات المنافقين الخنازير، يصرون ان يعايرون الرسول اللي هم المنافقين الكذابين، يقولون احنا نحب الرسول. تي عليكم يا كلاب، انتم تحبون الرسول؟ قاتلكم الله ما اقبح، مو قادر امسك نفسي. انا قلت حلقه بهدوء لكن لا، ما اقدر. هذا النبي، هذا حبيبي وتاج راسي، النبي اللي احب الي انا عبد العزيز الانصاري من نفسي، واحب الي من عيالي ومن امي وابوي ومن قبيلتي ومن كل المسلمين. هو النبي رقم واحد في حياتي. إذا كان الغريب ما يجوز شرعا، حتى لو زوجته زانية ما يجوز أن احنا نتكلم لا فيه ولا في زوجته. النبي، أنتم يا أنجاس يا كفرة ما عندكم شغل إلا كل يوم تعايرونه إن زوجتك زانية. لا تحبون نحب الرسول نموت فيه، بس والله الرسول تزوج زاني ويأخذونها ضحك وغشمرة ويطلعون كفرة فسقة خنازير أحذية، ما عندهم شغل يوميا إلا يطعنون في عرض وشرف السيدة عائشة اللي الله برأها في القرآن. أنتم ايش رايكم أعزائي المشاهدين؟ نبي في التعليقات، لا أريد أن أطيل في الحلقة، نبي بس رايكم في الموضوع. ايش رايكم؟ الله يقول عنها بريئة وهم يصرون لا زانية. الله يقول لكم لا تتكلمون عن أعراض الناس، هذول يصرون إلا يتكلمون عن عرض النبي اللي هو الإنسان رقم واحد في حياتنا. النبي الرسول وإحنا نحبه. لا نعم تحبونه. عليكم يا كلاب يا كفرة. إخواني الكرام، قبل لا أختم هذه الحلقة، الحكم الشرعي لهذول، أي إنسان يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عاهرة فهذا إنسان كافر، لأن زوجته الله سبحانه وتعالى براها في القرآن. كافر. حتى لو قال لك والله أنا أحب آل البيت، واللي يقول لك والله أنا من شيعة علي، واللي يقول لك هذا كافر شرعا. أنا أكلمكم عن هذول الآن. أي إنسان يقول عن نفسه مسلم ولا تجادله، قل له أنت كافر، ولا جدال مع الكفار. أي إنسان يقول عن السيدة عائشة زانية كافر لأنه يكذب الله في القرآن. أي إنسان يقول عن النبي زوجته عاهرة هذا كافر، لأن من يؤذي النبي ملعون. فهذا الإنسان كافر، ملعون، زنديق، دجال، منافق، خذوا ما شئتم من الأوصاف. وهؤلاء يجب تطهير الأمة منهم، لأن كلمة مسلم لا تقولون عنهم مسلمين، لا حد يجي يقول عنهم مسلمين.
والله لو يوميا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو كافر زنديق منافق دجال، ما في كلام ثاني. هذول كفرة أعزائي المشاهدين، كافر موجود فقط ليؤذي المسلمين ويؤذي الرسول ويؤذي زوجته ويتهمها في شرفه، وهي ايش؟ بريئة، وبراها الله في القرآن من 7 سماء. فأرجوكم اكتبوا في التعليقات. أنا طولت، أنا كان المفروض أختم الحلقة بسرعة، ولكن هذه بعض الآراء اللي لابد أنكم أنتم كلكم تعرفونها. وليه واحد سرسري مثل السرسري العود اللي طلع لي أمس في حلقة التعليقات اللي يقول لك رد عليها بأدب، أرد على واحد تقول عن الرسول والعياذ بالله، تتهمه في شرفه وتتهمه في انتوا صحيين يا بعض الناس اللي يقول لك والله عبد العزيز خلك مؤدب وخلك. انا بس خاطري اشوفك انت لما واحد يقول عن امك شرموطه شو تسوي؟ انا اعتقد يمكن ما تسوي شيء، لان اذا انت ما عندك غيره على الرسول ولا على ديوث يعني. فخلوني اختم الحلقه، اتمنى رسالتكم وصلت. اكتبوا في التعليقات اعزائي المشاهدين، خلونا نستانس بارائكم اعزائي المشاهدين.